معبد الحب 2. بنيت لك بيتا من الحجارة وأسميته معبد الحب، فلماذا لم تعمرينه؟ وأنت لوحة فنية مرسومة خطها الإله الواحد الصمد بمهارة الفنان ومهارة الصانع، وأحببتك بل عشقتك، وطرأت لعيني قسمات، فمن ذا الذي لا يحبك ولا يعشق؟ الوهن صعب علي اتباعه، يا ذهري المتفتح الجميل، أحببتك لصانعك، وموت فيك هو تبتل الأوراق على الشجر، هو غيمات أفاقتني واقتلعت غصون الزيتون، ولم تسكنك بقلبي ولا بمعبدي شيدته. المعبد هذا لا تسكنه الشياطين ولا الأباليس، يسكنه الإخلاص والوداد والاحترام منك ولك، وأنا الذي أريد الخلاص، فلا مجال منك ولا الإخلاص. فيا من كنت ستكونين الحنان والود الذي دمر مشاعري، فلا قبل لك بمنازلتي ومعاداتي وإخلاصي وحبي لمن تخلص وتحترم، فلا مجال لمن يريد دماري، والمجال فقط لمن تهواني بدون كذب أو ادعاء أو رياء أجوف. فهل بعد تلك السنين تريد اكتشافي وقهري؟ والله لن يكون ولا كان. أحترم من يحترمني، ومن لا فلترحل عن سمائي وتتركني وحيدا. فقد اعتدت فقد اعتدت الهروب والكره والجفاء، اعتادت الكروب والكره والجفاء، ولن تحيا المبادئ القويمة إلا بصدورك الغامق وارتحالك للأسف مع نكرانك لحبي، فلا للكره والتعالي والسفه وعدم الوعي الغبي الذي الذميم، يا من كنت حبيبتي ودمرتني لأني كنت يوما أحبها. مهندس علاء بيومي، 20 سبتمبر عام 2013 ميلادية، القاهرة.